السلام عليكم أحبائي وأعزائي الكرام من جميع الأنحاء، مرحبا بكم في قناتي. أنا محمد البرو، ولو أول مرة تتابعنا ما تنسى الاشتراك بالقناة ولايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان نوصلكم كل جديد. واليوم عندنا لكم قصة حلوة وظريفة وجميلة زيكم كده. قصتنا الليلة عن الملك هارون الرشيد وشارلمان والساعة وما أدراك ما الساعة والحاجات دي. نمشي نشوف القصة ونرجع. تسألني انت، انا تسألني انت انا من الساعة. اسأل المهدي والتعايش وسوار الذهب ونميري وعشة ومريم وبلغيس وداد من ساعة هارون الرشيد في فترة الحكم العباسي الملك الخامس. ساعة صنعوها عرب أفارقة، فراعنة، بيض سود، أفغانيين، باكستانيين، إسبانيين، طوال، قصار، مدورين، مشكلين، ملخبطين، كل ماشيين جايين، ديل كلهم مسلمين. صنعوا ساعة لكن هي ما ساعة ذاتها. وفي الزمن داك وبالنسبة لعلماء العرب والملوك كان حاجة يعني شبه عادية، لكن زي ما نحن أسع بنمشي نقرأ في أوروبا، كان الأوروبيين بيجي بيقروا في الوطن العربي وبيرجعوا. وفي وفد من الوفود الرسلهم الملك الروماني اللي هو يقروا، لما جا راجعين قام الملك هارون الرشيد قدام ساعة قال لهم دي هدية للملك شارلمان. ساعة مائية تشتغل بقوة دفع المياه، ساعة طول 4 متر مصنوعة من النحاس، فوق 12 فارس و12 كورة ولا الدوري الإنجليزي ذاته. ولما تجي مثلا الساعة 1 بيطلع فارس واحد، الساعة 2 بيطلعوا فارسين، الساعة 3 بيطلعوا 3 فرسان، لحد الساعة 11 والساعة 12 بيطلعوا 12 فارس بيكونوا لافين. والكور في كل ساعة بتقع كورة بصوت بتاع نغمة ورنين مختلف ورنان وسمح وجميل وعذب. الساعة 7 بتقع 7 كور، الساعة 3 بتقع 3 كور، وكذلك يسري الحال. وفي الزمن داك يا حبيبي المستمع يا عزيزي المواطن، الاختراع ده كان ما عند أي زول ما عدا عند المسلمين، لكن نحن في الزمن داك ذاته كان عندنا علماء ومخترعين ومهندسين ما هينين أصلا. وتعجب الملك شارلمان من دهش كتير شديد من اختراع الساعة دي، ومتحير انه هي شغالة كيف وهم كيف ما قادرين يصنعوا زيه، وانه العرب ديل أذكى مننا، وفعلا نحن كنا أذكى منهم صح. قام الملك جمع المخترعين والقساوسة والرهبان ونيوتن أينشتاينر وفي ساقوس، وسقطت تفاحة وطلعت نملة وشالت حبة ورجعت، وبعد ده كلهم ما قدروا يحلوا لغز الساعة دي. وقام الرهبان بتاعنا والقساوسة أقنعوا إنه الملك إنه الساعة دي مسكونة فوق شيطان وجنية، وإنهم قاعدين يحركوه بالدقة دي. وقاموا كسروا الساعة وما لقوا جوا أي حاجة. وقام جمع العلماء والمهندسين والأطباء وعلماء الجيولوجيا والطرب والسمترية وناس المنطقة الصناعية وناس الجيولوجيا والناس اللي اخترعوا الذرة والناس اللي دارين يفكوا الذرة، وبعد ده كلهم ما قدروا يصلحوه. ينزعج الملك شديد جدا من الكلام ده، خجلا من عظمة المسلمين وقتها وذكائهم الحاد جدا جدا، واقترح عليه الوزراء انه يجيب وفد من هارون الرشيد انه يصلح لهم الساعة دي، لكنه رفض خجلا من هارون الرشيد. قال ماذا سأقول له؟ حطمت هديتك لكي يعرفها كيف تعمل ولن أستطيع إصلاحها أنا والمهندسين والعلماء الموجودون في المملكة. وعشان تعرف يا مشاهد يا عزيز يا مواطن يا كريم إنه نحن زمان كنا شنو وهسه بقينا شنو. دي هدية وساعة بس، ما بالك ما بقى الحاجات التانية كانت مهمة في الدولة في آنذاك. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. دمتم عافية.